كنت ببقى فرحانة قوي لما أحس بنفسه كده وهو معدي من جنبي. قلت في سري لأ، مش دي الشخصية اللي تيجي بسهولة. بس بصراحة أنا ما كنتش ببطل تفكير فيه، لدرجة إن أنا كنت بتمنى كل ليلة إن أنا أحلم بيه وهو معايا، وإن هو جوزي يعني، وبيحصل ما بينا حاجة يعني، وإن هو في حياتي. من كتر ما كان جماله شادد انتباهي، وشخصيته كده حلوة وفيها حياء ورجولة ما شفتهاش في أي راجل. فكنت عايزة أجيب رجليه بأي طريقة. صاحبة الحكاية بتقول أنا اتجوزت جواز صالونات، وقعدت مع جوزي حوالي 3 سنين وما خلفتش. بس المشكلة ان هو من اول الجواز كل ما يشوفني يقولي انا عايز ابقى اب وعايز اخلف. انتي ما بتجيبيش عيال، انتي ما بتخلفيش ليه؟ ايه المشكلة عندك؟ كشفت اكتر من مرة والدكتورة قالت لي الموضوع مسألة وقت مش اكتر، وانتي ما عندكيش اي مشكلة. وهو برضو كشف قبل كده وما عندوش اي مشاكل، بس كان ربنا اللي رايد كده. وقعدت معاه 3 سنين وما خلفتش، رغم ان انا ست جميلة جدا، جميلة بمعنى الكلمة، وجسمي حلو وكل حاجة فيا حلوة، الف من يتمناني. وبالرغم من كده اتلكك على موضوع الخلفة. ولما قعدنا مع بعض 3 سنين وما حصلش الانجاب، لقيته بيقولي معلش انا مش هقدر اطول معاكي اكتر من كده، انا نفسي ابقى اب. قلت له خلاص يا حبيبي، اتجوز ومش مشكلة وخلف وانا على ذمتك، انا ما برفضش اي حاجة ربنا حللها. قال لي لا بس انا ما اقدرش افتح بيتين. ولقيته بكل ندالة راح مطلقني وقال لي خدي حاجتك يلا وروحي، وكل واحد فينا يروح في حاله وربنا يسهلك ويسهل لي. انا مش هتجوز وافتح بيتين وما اقدرش اصرف على بيتين. الخسارة القريبة أحسن من المكسب البعيد. ورماني في الشارع وطلقني. المهم اتطلقت في الوقت ده. أنا كان عندي ساعتها 27 سنة، وأنا متجوزاه وأنا عندي 24 سنة. في الوقت اللي اتطلقت فيه كان عندي 27، يعني لسه كنت بكامل أنوثتي ولسه صغيرة ولسه العين عليا. وأنا برضو من طبيعتي ست جميلة جدا، وأنا واثقة من نفسي وعارفة إن أنا يعني عندي جمال رباني كده مش في أي ست، وعندي حاجات كتير تخلي ألف مين يتمناني، وكان عندي ثقة عمياء في نفسي. المهم لما روحت بيت أهلي واتطلقت، إن والدتي كان نفسها قوي ان انا اتجوز باي طريقه، وكانت كل شويه تزن عليا وتقول لي انا نفسي اشوفك متجوزه ومتأنيه في بيتك واشوف لك الخلف الصالح. انا في الوقت ده يعني كنت شايفه نفسي بزياده عن اللزوم، ان انا ما استحقش اي حد وما اخدش اي جوازه. يعني لما كان بيتقدم لي واحد مطلق وعنده عيله، اقول لا، وانا ايه اللي يخليني اتجوز واحد مطلق واربي عياله وابقى خدامه ليه وعياله؟ ولو جالي واحد كبير في السن اقول ليه، وانا ايه اللي جابرني بالجمال ده اتجوز واحد اشتغل عنده ممرضة؟ انا كان لازم اخد واحد يعوضني عن البهدلة اللي انا اتبهدلتها مع جوزي الاولاني. ولو جالي مثلا واحد ارمل اقول وانا ايه اللي يخليني اتجوز واحد ارمل او مطلق؟ انا كنت شايفة نفسي ان انا ست جميلة جدا، وكنت عارفة ان انا في يوم من الايام هاخد واحد يقدر الجمال اللي انا فيه ده. لغاية ما في مرة لقيت ابن جيراننا اللي هم ساكنين في الشقة اللي قصادنا. احنا طبعا ساكنين انا واهلي في شقة في عمارة. فوجئت لقيت الشقة اللي قصادي طالع منها شاب جميل جدا جدا، يعني ما يتعداش 21 سنة. في الوقت ده أنا كنت تميت 30 سنة، يعني خلاص كنت قعدت 3 سنين في بيت أهلي من غير جواز، وكنت رافضة فكرة إن أنا أتجوز أي حد. أنا عايزة واحد كده يعوضني ويحسسني بأنوثتي ويقدرني ويكمل معايا حياتي، مش هاخد أي واحد والسلام. شفت الشاب ده وبصراحة هو كان في الجامعة. هو عمره في الوقت ده كان تقريبا ما يتعداش 21، بس جسم ايه وطول ايه وعرض ايه وعضلات ايه، وكان دايما جسمه رياضي كده حلو قوي، وبيروح الجيم كتير وبيشيل حديد وبيلعب رياضة. بصراحة كان شاب جميل جدا جدا، يخطف القلب ويخطف العيون. بس انا لاحظت فيه ان هو خجول شوية، وان هو يعني شخصيته حادة مش اي ست تلفت نظره. كنت بستنى اشوفه من عين السحرية وهو نازل، وكنت اتلكك واعمل اي حاجة، ان انا مثلا بكنس قدام باب الشقة، ان انا مثلا بجيب باسكت الزبالة بطلعه بره عشان بتوع البلدية ياخدوه. كنت بعمل اي حاجة قدرا كده واطلع بره علشان امسح الباب من بره. المهم كنت بعمل اي حاجة علشان اشوفه والسلام. بس هو بصراحة كان يعني لو شاف خيالي كده وانا طالعة من الباب، لا اما كان يدخل ويقفل الباب، يا اما كان يحط وشه في الارض وينزل على السلم. وانا بقى كنت ببقى فرحانة قوي لما بحس بنفسه كده وهو معدي من جنبي. ففي مرة من المرات لقيته تقيل قوي، مش ده الشخصية اللي تقدر تجيبيها بسهولة او تيجي بسهولة. بس بصراحة انا ما كنتش ببطل تفكير فيه، لدرجة ان انا كنت بتمنى كل ليلة ان انا احلم بيه ان هو معايا، وان هو جوزي، وان هو في حياتي. من كتر ما كان جماله شدت انتباهي وشخصيته وتقله كده، وان هو كان عنده حياء ورجولة ما شفتهاش في اي راجل في حياتي.
فكنت يعني عايزة اجيب رجله باي طريقة. ففي مرة عملت نفسي كده ان انا كنت طبعا براقبه وهو خارج ورايح الجيم. كنت براقبه في ميعاد خروجه وبيطلع كده، وكنت براقبه من العين السهرية. ففي مرة لقيته طالع من باب الشقة بتاعته وشايل شنطة الجيم، ماسكها في ايده كده ورايح الجيم. انا بقى عملت نفسي ان انا طالعه من باب الشقه كده، وقمت جاريه بالصدفه كده كاني طالعه صدفه، وقمت خابطه فيه. في الوقت ده عينه جت في عينيا، لقيته بيقول لي انا اسف، انا ما قصدتش والله، حقك عليا. قمت بصله كده وقلت له لا، ما تتاسفش ولا حاجه، ده انا اللي غلطانه، انا اللي خبطتك مش انت اللي خبطتني. ورحت قايله له هو انت اللي ساكن هنا؟ قال لي اه انا ساكن هنا في الشقه اللي قصادك. قلت له اه انت رايح فين كده؟ قال لي انا رايح الجيم. قلت له الجيم اللي في اخر الشارع؟ قال لي ايوه. قلت له طب ما خلاص ما ننزل سوا مع بعض، انا كمان بروح الجيم. قال لي لا معلش انا هستأذنك لان انا متأخر. ولقيته بينزل جري على السلم، مش عايز يعني ياخد حد معاه ويحط نفسه في وضع حرج. بس في الوقت اللي انا اتكلمت فيه، رغم ان الوقت كان ما يتعداش ال5 دقايق، بس كانت نبضات قلبي سريعة جدا، وصوت نبضات قلبي كانت عالية جدا، وكنت مبسوطة قوي ان انا اتكلمت معاه. وفرحت قوي ان انا سمعت صوته وسمعت نبرة صوته. ما انا كنت بشوفه بس عمري ما سمعت صوته كده فيه رجولة، صوت شخصية قوية. انا جذبني فيه حاجات كتيرة جدا، بس مش عارفة اجيب رجليه، وانا عمري ما هتخيل نفسي مع حد غيره. اعمل ايه؟ فضلت ان انا برضو اراقبه من بعيد واعمل اي حاجة، لدرجة ان في مرة قلت لوالدتي، كنا ساعتها في رمضان يعني، قلت لها يا ماما ايه رأيك ما تعملي حلويات كده ونفرق على شقق العمارة جيراننا، يعني ده النبي وصى على 7 جار. قالت لي حلويات ايه يا بنتي اللي مفرقها على جيراننا؟ ده احنا كلنا في العمارة كلها ما فيهاش غير 4 شقق، وما فيش حد بيقول لحد ازيك ولا عامل ايه، وكل واحد قافل باب شقته عليه. قلت لها على الاقل يا ماما نجر، النبي وصى على 7 جار، على الاقل ندي الجيران اللي قصادنا، كده كده هم جيراننا، احنا هنفضل مقطوعين كده يا ماما من شجرة؟ ده احنا ما نعرفش حد ولا حد يعرفنا. انا من ساعة ما اتطلقت وانا بقالي 3 سنين ما شفتش الجيران ولا نعرف حد ولا نعرف شكلهم ايه. قامت قايلالي ما هما دول جم بعد ما انتي اتجوزتي على طول، جم واشتروا الشقة اللي قصادنا دي وخدوها تمليك وعايشين فيها، هو ولد وابوه وامه ومفيش الا هما، والولد ابنهم محترم جدا وما بيرفعش راسه عن الارض، ومامته ست محترمة جدا. انا كلمتها في مرة كده، حسيت ان هي ما بتخشش في حياة حد، وما بتحبش بصراحة لحد يروح لها ولا حد يجي لها. فانا لقيتها مقصرة، قصرت من يومها. بس هما ناس طيبين جدا، والولد ده ولد وحداني، وابوه وامه كويسين ومحترمين جدا، وهي ما خلفتش غيره. حتى لما انا سألتها قلت لها انتي ما معكيش غير الشاب الحلو ده؟ قالت انا خلفته من هنا ورب جاب لي مرض الكانسر، وانا استأصلت الرحم، وجوزي حمد ربنا على كده، واحنا الحمد لله يعني مكرسين حياتنا لابننا، وربنا يجعل منه يعني ذرية صالحة يملى حياتنا بالعيال في الحلال يعني. فانا ساعتها بقى قللت ان انا اروح لهم يا بنتي، وما ينفعش ان انا يعني نروح للناس وهما ما يكونوش عايزين حد يروح لهم. فقامت بنتي قايله لي طب وهيجرى ايه يا ماما؟ يعني انا هعمل بس قلبين كريمه كده وصينيه بسبوسه وهوديها لجيراننا دول قبل الفطار، ومش هيجرى حاجه يا ماما، احنا نبدا بالخير، ولو هما يعني ما قبلوش الخير ده نبقى نقفل بابنا علينا. فماما ردت عليا وقالت لي يا بنتي انت براحتك. وطبعا ماما عارفه ان الولد ابنهم عنده 21 سنه وانا عندي 30 سنه. امي طبعا ما توقعتش ان انا ابص لواحد اصغر مني ب9 سنين. المهم فعلا انا رحت عملت كريم كراميل، ورحت عملت حلويات، ورحت فعلا قدمت لهم الحاجة دي. وقبل المغرب بساعة كده فوجئت بعد كده لما خبطت على الباب ان الولد ابنهم هو اللي فتح لي، والولد كان هناك ساعتها. واول ما فتح لي بصراحة عجبني جدا جدا جدا، كان طالع كده بطقم رياضي، فانيلا قط وشورت ميدي. طقم رياضة بصراحة، كانت العضلات ظاهرة وكان جسمه حلو قوي وعجبني جدا. وبعدين لقيته بيقول لي اهلا وسهلا اتفضلي، استني هنادي ماما. قلت له لا لا مش تناديها ولا حاجة، انا جايبة بس حاجة بسيطة، كل سنة وانتم طيبين علشان رمضان وكده. لقيته بيقول لي يا بنتي مكلفه نفسك ليه وتعبه نفسك ليه، والله عندنا اكل وعندنا كل حاجه. قلت له لا لا ما انا جايباها علشان تدوق عمايل ايدي. لقيته بيبص لي كده ومستغرب كده، انتي ايه بتقولي ايه يعني ايه؟ لقيت فجاه كده بقول له انت حلوه قوي. بص لي كده وقال لي انتي بتقولي ايه؟ قلت له لا لا مفيش اي حاجه، بقول لك انا عامله حلويات حلوه قوي. قال لي طب طنط موجوده جوه ادخلي لها لو عايزه. قال لي اتفضلي.
وراح منادي كده على مامته وقال يا ماما يا ماما جيراننا جايبين لنا حاجات وعايزين يشوفوكي. فانا قمت داخله جوه الشقه، وبصراحه لقيت مامته تعبانه في اليوم ده، كان عندها دور برد جامد، والبيت بتاعها كان مكركب وهي مش قادره تعمل حاجه، وابنها طبعا يعني اكتر وقته بيقضيه اما في الجامعه اما في الجيم، فما كانش بيقدر يعمل اي حاجه، يدوب بيعمل كوبايه شاي لنفسه بالعافيه. قلت لها مالك؟ الف سلام عليكي يا طنط. قالت لي مين انت يا حلوه؟ قلت لها انا بنت الجيران في الشقه اللي قصادكم. قامت قايله والله انت جارتنا؟ معقوله الجمال ده يبقى جارنا؟ قلت لها اه والله يا طنط انا بنت الجيران اللي قصادكم على طول. قامت قايله شرفتيني يا حبيبتي، وبعدين ايه اللي انت جايباه ده وتعبه نفسك ليه؟ قلت لها مفيش، ده شويه حلويات كده انا عاملاهم، يا ريت يا طنط يعجبوكي. وبعد كده قلت لها مالك يا طنط في ايه؟ قالت لي والله يا بنتي انا واخده دور برد بقالي 10 ايام، وجسمي مكسر وما بقدرش اتحرك من الفرشه الا بالعافيه. لقيت نفسي كده بقول لها طب خلاص يا طنط قومي كده بس انتي في الانتريه بره وغيري جو كده، وانا كل حاجه هعملها لك. وفعلا مسكت شقتها ونضفتها والمطبخ وروقته، وقمت جايه على غرفه ابنها احمد وقمت مروقاها. وانا بعملها كنت فرحانه قوي قوي بصوره اللي هو كان معلقها على الحيطان، ما تتصوروش قد ايه كان جميل جدا وجسمه حلو قوي والتصوير بتاعه حلو. يعني انا بقيت فرحانه ان انا كل حاجه بتاعته انا بمسكها، صور او كتب او اي حاجه او مذكرات، وسريري نفسه وانا بنظمه كده اتخيلت نفسي ان انا معاه. انا ما بقيتش لاقيه نفسي من بعد ما شفته، ما اقدرش اعيش من غيره، هو النفس اللي انا بتنفسه. ولقيت نفسي عماله ارتب في كل حاجه وانا مبسوطه قوي. وهو طبعا كان قاعد مع مامته في الصاله، مقربش في المكان اللي انا كنت بشتغل فيه. بعد ما رتبت بقى كل حاجه لقيت ماما بتضرب الجرس، بتقول لي انت اتاخرتي كده ليه؟ قلقتيني عليكي يا بنتي. قلت لها معلش اصل طنط كانت تعبانه قلت اساعدها شويه يا ماما. قالت لي خلاص يا حبيبتي، ما برضو الجيران لبعضيها، ربنا يقدرك على فعل الخير. طيب انا هروح شقتنا ولما تخلصي مع خالتك ابقي تعالي. قلت لها خلاص يا ماما، وظبطت الشقه فعلا ورتبتها. وكان اليوم ده بالنسبه لي يوم جميل جدا واحلى يوم في حياتي. وكمان طبخت لهم وعملت لهم اكل، ولقيت نفسي تاني يوم رايحه عندهم، وقلت الحمد لله ان انا لقيت حاجة بقى ان انا اقدر اشوف بيها احمد، واقدر ان انا اقرب من مامته شوية. جاور سعيد تسعد، يمكن مثلا تحن عليا وتحبني وتجوزني لابنها، رغم ان انا اكبر منه ب9 سنين، بس والله ما يبان عليا ولا يبان على شكلي. اصلا شكلي كده سينيوريتا، بنت جميله ولذيذه، وجسمي ما شاء الله ملبن كده ما تتخيلوش جمالي. بس في نفس الوقت كان نفسي ان انا اكسب قلب امه علشان اقدر اكسب قلب ابنها، ولقيت نفسي بروح لهم كل يوم. وبصراحه لقيت احمد بيبصلي من تحت لتحت، وبدات عليه نظرات الاعجاب تدخل في قلبه، ولقيته بيقول لي فجاه كده هو انتي ما بتساليش علينا ليه؟ لو في مثلا انا يوم ما روحتش هو اللي بقى يسال ويتصل عليا بالتليفون بعد ما خدنا ارقام بعض، ويقول لي انتي ايه ما جيتيش ليه النهارده؟ انا اتعودت ان انا اشوفك كل يوم في بيتنا، وبصراحه ماما مبسوطه منك قوي وراضيه عليكي، وبصراحه كمان انتي اكلك يجنن وكل حاجه فيكي حلوه. بقيت انا بقى فرحانه ان احمد بدا يهتم بيا ويسال عليا، وكل يوم هو اللي يطمن عليا لو لقاني مثلا متاخره او مش جيت لهم في اليوم ده. وبدات اشتغل بقى عليه شغل التقل، ولقيته بقى بيدور عليا وبيسال عليا، وبدا يجي لغايه ماما وبابا ويتعرف عليهم. وفجأت لقيت مامة احمد بتقول لي ايه رايك، انا عايزه اخد رايك في موضوع كده. قلت لها اتفضلي يا طنط. قالت لي ايه رأيك تتجوزي ابني؟ كان في الوقت ده احمد وصل لسن يعني 22 سنة، كان عدى حوالي سنة، فضلت سنة يعني ان انا اروح عندهم واخدمهم واخدم امه. قلت لها بجد يا طنط؟ قالت لي ابني خلاص خلص قرب يخلص كلية تمريض، وانا مش هلاقي احسن منك. وهي ما كانتش تعرف سني الحقيقي، انا كان شكلي بيدي اصغر من عمري، يعني اللي يشوفني يقول مثلا عندي 20 سنة، وانا بصراحة كنت عندي ساعتها 31 سنة. قلت لها يا طنط طب انتي عارفة ظروفي؟ قالت لي انا عارفة ان انتي كنتي متجوزة قبل كده وما حصلش نصيب، وان انتي جماعية وانسانة طيبة وعسولة، وبصراحة انا ما شفتش منكم لا انتي ولا اهلك الا كل خير، وانا اتمنى انك تكوني مرات ابني. قلت لها بجد يا طنط؟ قالت لي قلت لها بس انا عايزة اقولك على حاجة، انا اكبر من ابنك ب9 سنين. قالت لي بجد؟ ده انتي شكلك يدي ان انتي اصغر منه، معقولة؟ قلت لها لا يا طنط انا بصراحة اكبر منه، انا يعني عايزه ابدا معاكي الموضوع يكون على نور وتبقي عارفه كل حاجه عني. قالت لي مش فارقه السن، انت شكلك صغيره وحلوه، وبصراحه داخله مزاجي وداخله مزاج عمك، وبصراحه مش هلاقي احسن منك لابني، مش عشان انتي ما حصلكيش من نصيب مره مثلا يبقى الدنيا خلاص تتهد، ده انا يبقى يوم المنى ان انتي تعمري بيتي وتملي بيتي عيال. قلت لها عامه انا قعدت متجوزه 3 سنين مع جوزي وما خلفتش، بس والله شهاده لله انا ما عنديش اي موانع، ما عنديش اي عيب، يعني ما كانتش مسألة ان انا عندي عيوب، هي كانت بس وقت من عند ربنا.
وربنا ما أردش إن أنا أخلف. لقيتها بتقولي والله يا بنتي الخلفة دي بتاعت ربنا، وأنا مش مستعجلة على حاجة. أنا أهم حاجة إن أنا أشوف ابني مبسوط، وبصراحة ابني بيحبك وعايز يتقدم لك. وأنا كنت في الأول مش هكذب عليكي، كنت مترددة، بقوله يا ابني يعني هي متجوزة قبل كده وانت لسه شاب وهتبدأ حياتك، طب ما تاخد بنت بنوت. قال لي لا يا ماما مش عيب فيها، هي إنسانة محترمة وطيبة وخلوقة وكويسة وكفاية حنيتها معانا، وما شفناش منها أي حاجة وحشة، وأنا بصراحة معجب بيها. وكمان مش هلاقي حد احسن منها، مش عشان يعني هي اتجوزت ان هي تبقى انسانة يعني ناقصها شي، بالعكس انا ما شفتش منها غير كل معروف، وانا نفسي ارتبط بيها. وفعلا يا بنتي ابني احمد بيحبك جدا، وعلشان كده انا قلت اخد لابني اللي يعوضه، واهم حاجة ان ابني يتجوز ويكون مبسوط ويتجوز الانسانة اللي يرتاح لها. وفعلا جم اتقدموا لي هي واحمد وعمي، والحمد لله حصل نصيب، وربنا اراد بعد ما اتجوزته ب3 شهور ان انا احمل واجيب ولد زي القمر. والحمد لله حياتي مع احمد اتغيرت 180 درجة. بصراحة قد ايه هو كان حنين ورومانسي، وقد ايه هو محترم، وعرفت ان انا يعني مقدار نفسي، وان ربنا عوضني، لان انا برضو كنت مظلومة لما اتجوزت جوزي 3 سنين، وجوزي اتبطر عليا علشان موضوع الخلفة وطلقني. وفي نفس الوقت انا كان نفسي اتجوز عن حب، واتجوز انسان يقدرني ويقدر مشاعري ويقدر وجودي، وانسان يكون رومانسي معايا. والحمد لله ربنا عوضني باحمد، يعني يعتبر هو احسن زوج في الدنيا. مش قادرة اقول لكم ان انا سعيدة معاه قد ايه، وعايشة مع اهله، وانا اللي اصريت ان انا اتجوز في نفس الشقة بتاعة اهله. كانت حماتي بتقولي لو عايزانا نجيب لك شقة هنجيب لك وهساعدكم في المصاريف. انا قلت لها لا يا حماتي، ما تتعبيش نفسك، انا هعيش معاكم انتي وعمي، وكمان انتوا وعمي لوحدكم، وما اقدرش ان انا اخد ابنكم منكم. وفعلا عشت مع حماتي وحماية، واخدت من عندهم غرفتين، غرفة نوم وغرفة للاطفال، وكنت عايشة مع حماتي احسن عيشة كريمة. وكنت بين اهلي وبين قرايب جوزي، وبدأت اهتم بجسمي وشكلي ونضارة بشرتي علشان ما يبانش عليا السن، ما انا اكبر من احمد بحوالي 9 سنين. وكنت حاطة في دماغي ان انا احافظ على بشرتي وجسمي وعودي ورشاقتي. ورحت الجيم، وبدأت ان انا امارس برضو الرياضة، بحيث ان انا افضل طول عمري كده صغيرة وكيوتة وحلوة قدامه، علشان يعني ابقى قدامه ان انا اصغر منه، ما انا بحبه وبغير عليه، ومش عاوزاه يحس بفرق السن اللي بيني وما بينه. وكان عوض ربنا ليا جميل. بس ما اقولكوش الجواز عن حب طعم ايه، لذيذ جدا بمعنى الكلمة. اتجوزوا عن حب وعيشوا حياتكم، صدقوني مفيش احسن من الحب. وده كان اختياري لشريك حياتي، وده كان احلى اختيار في حياتي. ودي كانت حكايتنا النهاردة.